فخور أوي يا وداد. الطقوس بتاعة رمضان حاجة مهمة جدا نعلمها لأولادنا. ومن سمعك يا أيوبي، إنما الورقة اللي في إيدك ده أنا من امبارح شغالة أوضب فيها. ده يا ست برنامج أعمالنا اليومية من العبادات وكمان الأنشطة اليومية الخاصة بينا. رمضان بيعدي هوا ولازم نعود أولادنا على تنظيم دنيتهم في رمضان علشان ما نلاقيهمش طالعين مفلسين من الشهر الكريم. انت بتعمل ايه ترمي الورقة دي؟ هو انت مش معاك نفقة ولا ايه؟ دي ورقة جد مرتب فيها الأولويات. أول حاجة العبادات، الصلوات المفروضة، السنن، القرآن والصدقة والزكاة وعبادة السر. ايه عبادة السر دي؟ مش عارفة، أنا أول أسمع عنها. دي اسمها خبيئة بين العبد وربه يا أولاد، يعني عمل صالح محدش مطلع عليه غير ربنا، إما بقى صدقة في الخفاء أو صلاة أو قراءة أجزاء من القرآن أو مساعدة محتاج. المهم تكون عبادة سرية ما تقولهاش لحد، ودي فضلها عظيم.